ازيكم عاملين ايه؟ انتوا بجد بتوحشوني جدا جدا جدا، وبجد بحب حلقاتكم وبستناها كل يوم تلات الساعة 9. بستناها جدا، يعني من الفيديوهات اللي انا بحبها قوي قوي قوي. هو كتاب تأسيس القراءة والكتابة من شركة سندباد العبقري. دي اكتر فيديو بحب اصوره بجد كل اسبوع، يعني بستنى ان انا اصوره كده. ببقى فرحانة جدا وانا بصوره. اخدنا الحصة اللي فاتت ايه؟ من الشاطر اللي هيقول لي برافو عليكم. اخدنا الحروف اللثوية. كنا بنقول لها اغنية: خلي بالك، طلع طلع طرف لسانك في الحروف اللثوية. في الحروف اللثوية الث والذال والظا. الث والذال والظا. الث والذال والظا. طيب النهارده يا مس اسماء هناخد ايه بقى؟ النهارده هناخد الحروف المتشابهة في الشكل. هناخد ايه؟ الحروف المتشابهة في الشكل. يعني ايه يا مس اسماء؟ بصوا، عندي حرف الب والت والث والنون والياء، او الباء والتاء والثاء والنون والياء، ايا كان بتقولهم ازاي. اهم حاجه نكون عارفينهم دلوقتي شكلهم عامل ازاي، ونعرف نفرق منهم بيهم. يعني لو قلت لك دلوقتي حط لي دايره على حرف الباء اهو، قول لي فين حرف الثاء؟ اهو يا مس اسماء. فين حرف النون؟ الياء اهو يا مس اسماء. طب التاء اهو. الب تحتي نقطة. الب تحتي ايه؟ نقطة. طب التاء فوقي نقطتين. الثاء فوقي 3 نقط. النون في بطنه نقطة واحدة بس. الياء تحته نقطتين. سهلة ولا صعبة؟ ده سهل جدا، لازم نكون بنعرف الفرق بينهم، احنا خلاص شاطرين. عندي حرف الجيم، حرف الحاء، حرف الخاء. الجيم انا دايما كنت بقول لكم ده في كرشه ايه؟ في كرشه نقطة. طب والحاء؟ ما فيهوش اي حاجة خالص. الخاء دماغه وجعاه فوقيه النقطة. بص عندي الدال والذال. الدال اهي، والذال من الحروف اللثوية اللي اخدناها المرة اللي فاتت، هو اللي فيه نقطة. السين ما فيهاش حاجة. طب الشين فوقيها 3 نقط. فيها كام نقطة؟ فوقيها 3. عندي الصاد ما فيهاش نقط، بس الضاد فوقيها نقطة. طب الطا برضو ما فيهاش نقط. الظا فوقيها نقطة من الحروف اللثوية. ادي العين ما فيهاش حاجة. طب الغين فوقيها نقطة. الف فوقيها نقطة واحدة. طب القاف فوقيها نقطتين. الراء ما فيهاش حاجة. طب ازاي؟ فوقي نقطة. بصوا دي اسمها تاء مربوطة، لكن دي هاء. اهي دي التاء المربوطة وهي الهاء. طيب قولي هنا، عندي صورة هنا ظبي. بالطه ولا بالظه؟ بالظه. اختار واكتبه. اكتب ظه. طب عندي هنا صورة طائرة. طائرة جميلة يا مس اسماء هركبها وانا مسافر. بالطه. عندي هنا صورة طفل. طفل جميل صغير. بالطه. عندي هنا صورة صاروخ. بالصاد مش بالضاد. طب عندي هنا صورة ايه؟ ضفدع. بالضاد مش بالصاد. عندي هنا صورة مقص. بالصاد. انا سامع كويس انت بتقولي ايه يا مس اسماء. عندي هنا ده صورة جمل. جمل بالجيم. طب هنا صورة ايه؟ شمس. اختار شين. طب عندي هنا صورة ايه؟ قمر بالقاف. اسمع الحرف انا بقول ايه كويس وبكتب ايه. هنا صورة ايه؟ صورة عين بالعين. طب نقلب الصفحة. طب عندي هنا صورة غراب. غراب بالغين. طب بيقولك هنا تفاح هاتون. تفاحة بالتاء المربوطة. طب هنا صورة ايه؟ سفينة. ينفع اقول سفينة؟ لا هي سفينة بالسين. هنا صورة ايه؟ شراع. شراع بتاع المركب بالشين. طب عندي هنا موز بالزاي يا مس اسماء. هنا رمان بالر. طب بيقول لك بقى هنا ايه؟ اكتب اخوات الحروف. يعني ايه اكتب اخوات الحروف يا مس اسماء؟ اخواتهم في الشكل. اخوات حرف الباء الت والث.
اخوات حرف الخاء، الجيم والحاء. اخوات حرف الصاد، اكيد الضاد. طب اخت الشين، السين. اخت الراء، ازاي. اخت الذال، الدال. اخت الطه، الظه. اخت الغين، العين. اخت الف، اكيد القاف. طب بيقول لك اكتب الحرف بقى متصلا، هو جايب لي الحرف عادي وعايزني وهو متصل، ماسك ايد اللي بعديه او اللي قبليه. بص اهو، حرف الالف، حرف العين هيفتح ايده عادي. حرف الميم اهو. حرف الشين، قولوا معايا، حرف ايه ده؟ السين. حرف ايه ده؟ الفاء. حرف ايه ده؟ الهاء. متصل يا مس اسماء، ممكن اكتبه كده، يمسك ايد اللي قبليه وايد اللي بعديه. حرف الظا برضه هيمد ايده كده، ممكن يمسك ايد اللي قبليه واللي بعديه برضه. طب الصاد يفتح ايده اهو. طب الكاف بص لما بيتكتب بيغير شكله. اللام اهو. طب الياء تحتيها نقطتين. بس كده يا حلوين، ده كان فيديو الحروف المتشابهة في الشكل من الفيديوهات الجميلة قوي والسهلة قوي. كان صفحة 11 وصفحة 12. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت، واستنوني الحصة الجاية يوم الثلاث الجاي بإذن الله على خير. أشوفكم الساعة 9. باي باي.